أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. عتق رقبة مترك بن عايض. وفاة أحمد القرقيري بسبب فتاة في السعودية إلى واجهة مجددا. تصدر هاشتاغ عتق رقبة مترك بن عايض الترند في السعودية بعدما عادت قضية قتل المواطن السعودي أحمد القرقيري إلى الواجهة من جديد بعد 4 سنوات على حدوثها. وتعود القصة إلى عام 2019 حيث تم قتل أحمد القرقيري 21 عاما في جدة غرب السعودية في الشارع العام بسبب حمايته لفتاة استنجدت به. وألقت السلطات السعودية في حينها القبض على الجاني وهو مترك بن عايض القحطاني 26 عاما، وأصدرت حكما بالقصاص في حقه. ولكن عائلة القاتل يطالبون بعتق رقبة الجاني ودشنوا هاشتاغ عتق رقبة مترك بن عايض. وبدأ الشيوخ وأهل الإصلاح التوافد على منزل والد الضحية للضغط عليه من أجل التنازل، ولكن والد القتيل رد قائلا: اذكروا الله وصلوا على النبي، ما عندي غير شرع الله والله. ثم تقديرا لشيوخ القبائل والحاضرين تم تمديد المهلة لشهر. واعترض معظم المغردين على الهاشتاج على عتق رقبة القاتل، خاصة لأنه ارتكب الجريمة عن سبق وإصرار وترصد. وكما انتقد المغردون ممارسات أهل القاتل من ترهيب وتخويف، حيث يتجمعون لدى منزل أهل المقتول ويصرخون مطالبين بالعفو. وتساءل الناشطون عن دور رجال الأمن في هذه الظاهرة الهمجية حسب تعبيرهم، مؤكدين أن هذه الجرائم لا تستحق دية ولا عفو. اذكروا الله وصلوا على النبي. ما عندي غير شرع الله. ما عندي غير شرع الله. ولله تم تقديرا لشيوخ القبائل الحاضرين معطي مهله شهر. بيض الله وجهه.